اهلا وسهلا غسالة ديالي، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم ان شاء الله غنحضروا مع بعضياتنا ميني كيش بحشوه خطيره البنات، بحشوه اكثر من رائعه، كتجي بنينه بزاف بزاف. انا متاكده انكم الا ذقتوها، يعني الا جربتوها وذقتوها غتعجبكم بكل تاكيد. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. في مقلاة نضع القليل من زيت المائدة. هنايا غتشوفوني عامله 3 المقيلات. انا هنا كل حاجه غنشحرها بوحديتها باش هيدا كتجي الحشوه بنينه والطيبه ديالها كتجي مزيونه. والحشوه كل حاجه يعني كل حاجه في ديك الحشوه كتبقى بالمذاق ديالها الاصلي، ماشي غنخلطوهم هذه غتطلق المذاق في هذه، فهمتوا؟ المهم غنشحروا كيف ما كتشوفوا مع التحريك المستمر باش هيدا ما كتحرق لنا شي. المهم حتى تعسل البصله والفلافل كيف ما كتشوفوا معايا، وضفت لهم شويه الملح والابزار فقط، الملح والابزار. هنايا غتقسموا شويه 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 باش ما تجيلكمش الحشوه مالحه، فهمتوا؟ يعني غتعملوا شويه الملح في البصله، شويه في الفلفل، شويه في الفلفل الاحمر عاود، والابزار كذلك باش هيدا كتجي الحشوه ما كتجيش مالحه بزاف. ومن بعد ما شحرنا كل حاجه بوحديتها كيف ما شفتوا معايا، هنايا غنجمعوهم في واحد البول، غنخلطوهم، غنكب البصله والفلفل الاخضر واحمر. ومن بعد غندوزو نشحروا الدجاج هنايا في نفس المقلاة اللي شحرت فيها البصل. هيدا باش ما نكثروش علينا القشور، عملت شويه زيت المائده وغنشحر هنايا الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا، او سدرت لادند بحال من بعد ما كنت متشرمل عندي، تشرملته بمليحه والابزار وشويه المطارد وشويه عصير الليمون وشويه المعدنوس. هنايا من بعد ما شحرته غنضيفو على ديك البصل والفلافل وغنخلط هاد الشيء مزيان مع بعضياته حتى تنسجم لي حشوه، يعني نسجموا ديك الفلافل مع البصل مع الدجاج، وغتكون الحشوه ديالنا واجده كتجي بنينه البنات. انا متاكده اذا جربتوها غتنال الاعجاب ديالكم. وغندوزو باش نطلقوا العجينه. هنايا البنات عندي العجين المورق، ديجا اعمل لكم فيديو خاص على الطريقه والمراحل ديالو. غنخليها لكم في صندوق الوصف، نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، وغنخليكم هنايا الفوق في على اليمين. المهم غنطلقوا العجينه كيف ما غتشوفوا معايا، نخليها غليطه واحد ملي معايا، المهم غليطه واحد شويه ماشي بزاف، وغنقطعها هنايا بهاد القطعات هادو. عندي هنايا مربعه وعندي هنايا هاد الدائره هاديه. المهم انا عملت الحجم الكبير بالنسبه للقطاعات، الحجم الكبير. صافي هنايا ممكن تعملوهم مربعين، ممكن تعملوهم دورين. انا هنايا تعمدت نعمل لكم هيدا وهيدا باش تعرفوا كل حاجه وكيفاش كتخرج وصافي، يعني الشكل ديالها كيفاش كيخرج في الاخير. وغندوزو باش نبداو نعمرو ميني كيش ديالنا. هنايا كيف ما كتشوفوا البنات قطعت بابي كويسون مربعات صغيره، و غنهز العجينه، يعني غنعمل بابي كويسون فوق منه العجين، وغنعمل شويه د الحشوه وغنتكي عليهم بالمعلقه ونهبطهم في ديك الاماكن ديال القالب ديال الكب كيك. انا هنا استعملت هذا القالب هذا، ممكن تستعملوا القوالب فرديه نفس غتعملوا نفس الخدمه، يعني بابي كويسون العجينه وغتعملوا الحشوه في الوسط، هيدا باش كتفادوا انها ما تلصق لكمش مع الحشوه، كتكون شويه ميدمه. غنعمل شويه الفرماج فوق منه كيف ما شفتوا معايا، وغندخلهم الفران على 170 درجه مشعول الفوق لتحت حتى يطيبوا يتحمروا. وهذا هو الشكل النهائي الميني كيش ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للشكل راه باين لي مدور وباينه اللي عندها القنيتات مسكمه، هذيك اللي هي اللي مربعه واللي دائره راه باينه. المهم غزاله ديالي هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيجيو خطيرين البنات ومذاق اروع ما غتنساوهاش الا ذقتوه. انا متاكده غينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى تجربوا الوصفه وتردوا عليا الخبر. ما تنساوش تشجيعاتكم. نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي عليكم.